مش بقى يكشر عن انيابه لا لا، ده يتاوب بس. كل دول هيجروا. بس يعني الجيش بتاعنا شايفه بيتبع سياسه النفس الطويل، النفس الطويل، علشان يعني يبقى يقيم عليهم الحجه. بعد 3/7 وزورته وكان فيه طبعا زي ما حضرتك بتقول لا شفته بعد ومنع رايه في اتنين، الرئيس المؤقت ووزير الدفاع، قال لحضرتك ايه؟ شوف سيادتك، هو طبعا الرئيس المؤقت هو ما يعرفوش اللي هو رئيس المحكمة لانه هو كمان يعني وقت ما الرئيس كان مبارك عضو في ترك المحكمة. كان عضو في المحكمة، وطبعا أصبح بحكم منصبه تم اختياره كرئيس مؤقت. إنما هو الحقيقة من اللي شافه قال لي رجل هادئ ومتزن، هادئ ومتزن ومشرف. ومشرف مختلف عن مرسي. أنا بس أنت عيب عليك بقى. طيب معلش أنا لا يا عم، أنا هقوم أروح يمسكوني في الشارع. أصل أنت ما تقارنش ده بده. ما تقارنش. ما يصحش تقول لا، مختلف وانا عن في مكاني كده على الكرسي ده لازم اسال السؤال لا ده. لا ما تسالوش، لان واحد حكم مصر سنه. ما تسالوش، فلازم اعمل مقارنه. ايه يعني ما يحكم مصر سنه؟ طيب. عصابه ورئيس عصابه وقف على البتاع. الله، فما فيش مقارنه. لا ما يصحش. بقى انت تجيب لي المستشار. طيب انا المستشار عدلي منصور تقول لي ايه؟ يخص عليك والله العظيم 3. طيب اما بالنسبه للفريق الاول السيسي فيرى فيه امل مصر. امل مصر طبعا. بمعنى ايه؟ بمعنى يعني اديني شويه. انا خلال انا بقى هلخص لك الكلام. لخص الكلام. بمعنى ايه؟ امل مصر بمعنى هشرب بقى شويه امل من دول وانا كمان بس اوعى دماغك تلف. لا عشان بس الكلام بتركيز. شوف سيادتك، مهم. تيجي تقول لي الرجل العسكري الوطني المخلص يرى سفينة الوطن تجنح وعلى وشك الغرق، وأن الربان جاهل جهول ومجرم وعايز يموت الناس اللي في المركب دي كلها، بس هو واللي حواليه ينجو. فيقوم ينتفض من أجل هؤلاء الناس اللي هم الشعب، ومن أجل هذا الوطن اللي هي المركب دي، وينتفض ويقف في وجه هذا المجرم ويقول له اتفضل مع السلامة، في خارطة الطريق هنمشي فيها وهنعمل انتخابات، والهجايس اللي انت عملتها دي كلها والدستور المؤقت والمش مؤقت والكلام الفارغ ده كله العبث اللي عملته انت والعصابة بتاعتك دي، اتفضل عن اذنك. والمركب هيقودها ربان محنك وحوله عدد من الربابين المحنكين ايضا وهو الى اخره. ونحن كقوات مسلحة سنظل نرقب الموقف وندافع ونقاتل. يبقى امل مصر هو مصر ليها امل غير ان المركب ما تغرقش وغير ان الناس ما تموتش. اذا لما اقول لك امل مصر بهذا المعنى انه فعلا امل مصر. قال لحضرتك لما اختار، لانه مدير المخابرات الحربيه كان وقتها قرار جمهوري، ايه المواصفات اللي خلت الرئيس في ذلك الوقت يختار او يوافق على ترشيح المشير للفريق السيسي مدير المخابرات الحربيه؟ طبعا زي ما سيادتك عارف وانت قلت هو ان الذي رشحه هو المشير طنطاوي. نعم. لازم القائد العام، لان اداره المخابرات الحربيه تابعه لوزير الدفاع المسلحه، فطبعا سيادتك رشحه، فشاف انه هذا الترشيح في محله وانه تمام ورجل مستقيم وعال ويصلح تماما لهذه المهمه، خصوصا هو كان اصلا فيها وهو الى اخره، فاقتنع به فاصدر قرار تعيين. في كاتب سخيف جدا وسافل ديك النهار بيتكلم بيقول لك ان محامي مبارك طبعا يا عم قال لك ان الرئيس مبارك هو اللي اصدر القرار، والنبي طب ما الرئيس مبارك كان اصدر قرارات تعيين كل الناس دي 30 سنه عين الدنيا كلها. ايه يعني عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول انه عشان ما هو عين؟ طب ما هو كان عين المشير برضه، وكان عين رئيس الاركان اللي قبل منه، وعين قاده الاسلحه كلهم،
وعين كل اللواءات وكل اللي بتاع اللي في الجيش. يعني ايه معنى؟ عايز تقول ايه يعني؟ سخف يعني، تلميحه كده، قريت له كلمه كده، واخد بال سيادتك ازاي؟ حتى ما يستحقش الواحد يشير الى اسمه، انما بيقول لك هذا المعنى، عايز يعني قال يعني بما انه هو اللي كان اصدر قرار تعيينه يبقى مولس معاه. مولس ايه؟ مين الكاتب؟ مال السيسي. مين لا مش الكاتب؟ هقول لك عليه، مش عايز تقول اسمه؟ كلكم بتكرهوه، واخد بال سيادتك. فتيجي تقول لي عشان ده كان بيعلق على قرار الافراج. طب يا استاذ يا عديم الذمه، استاذ فهمي هويدي، يا استاذ يا او لا يا عم انا ما اعرفش ايه لا انا ولا بسال يا عم انا ما بعرفش. طيب فقام قال انه كان بيعقب على قرار اخلاء السبيل امام المحكمه. طيب ماشي. طب ودي مالها دي؟ وهل الفريق اول السيسي تدخل لدى المحكمه؟ هو كان بيلمح لده؟ ما هو ده المعنى اللي عايز ده يقوله. المعنى. بيقول لك طبعا طبيعي جدا ان بقى مرسي يحبس وان مبارك يفرج عنه، ما دام ان بقى مبارك هو اللي كان اصدر قرار تعيين السيسي مديرا للمخابرات الحربيه. ايه السخف دي؟ قله الادب دي يعني. طب ما هو اللي كان عين رئيس الجامعات، وهو اللي كان معين مشير طنطاوي، وهو اللي كان معين قاده الاسلحه كلها، وهو اللي كان كل الكلام ده كله كان هو اللي عين، وهو اللي كان معين مدير المخابرات، وهو اللي كان معين كل الكلام ده كله بتعينه بقرار جمهوري. كل دول كانوا معينه في عهد مبارك. يعني ايه؟ مش فاهم يعني. وانا لما اعين جميع القضاه يعينوا بقرار جمهوري، حاجه شكليه للشكل، اعزازا للقضاه، مش عشان الرئيس مش هيقدر يغير. اللي هتجيله الحركه من مجلس القضاء الاعلى هيعملها، هو هيمضي بس. ليه تمضي رئيس الجمهوريه؟ اعزازا للقضاه، لكن ملهوش راي فيها. لا ما تقدرش. الله، قرار مجلس القضاء خالص. واللي جعل قرار مجلس القضاء الاعلى ملزم مش استشاري هو مبارك نفسه. يا بيه، لغايه سنه 84 كان النائب العام ده يقدر في الباي باي، واتعزل قبل كده النائب العام في سنه 69 سنه 68. تعازل محمد عبد السلام وراح رئيس محكمه، نقل رئيس محكمه السلام في القاهره. حصل ليه؟ لان النيابه ما كانش اي حصانه، والنائب العام ملوش اي حصانه. كان في نص في قانون السلطه القضائيه الماده 26 يقول لك النائب العام واعضاء النيابه تابعون لوزير العدل. تابعون يعني له سلطه رئاسيه يعني. قعدوا يفسروا في الحته دي ويشدوا فيها، يقول لك لا ده المقصود يعني من الناحيه الاداريه مش من الناحيه القضائيه، لكن الواقع العملي ايه؟ انت عندك نص في القانون يقنن انهم تابعون، ما صحش يقول على القاضي انه تابع. واخد بالك؟ وكان مطلب من مطالبنا واحنا شبان، وكان مطلب من مطالب القضاه في بيان نادي القضاه بتاع 28 مارس سنه 68، وكان من الدعايه اللي اتعملت في انتخابات نادي القضاه في 21 مارس سنه 69 تطالب باطفاء الحصانه القضائيه على النائب العام وعلى اعضاء النيابه. فضلنا فاتت 69 طبعا اترفدنا، و70 و71 و72 و73، وخش عندك لغايه اما اول ما مبارك فضي ما كانش بقاله غير سنتين وشويه، لغايه ما اليهود يمشوا بس سنه 82 ودخل في الازمه بتاعت طابه ومش طابه والقصه اياها دي. في سنه 84 طلع القانون 35 سنه 84 حصانه للنائب العام ولاعضاء النيابه زيهم زي القضاه. لا يجوز عزله، ولا يجوز عزل عضو من اعضاء النيابه بغير الطريق التاديبي. القضاه بقى عندهم مجالس تاديب خاصه وبتاع والسريه وكل حاجه، ده موضوع تاني. واخد بال سيادتك ازاي؟ فهو اللي عمل الكلام ده كله، وبعد كده ما وقفش عن سنه 84 القانون ده.